أرنبة صغيرة كل الظروف ضدها. من وهي صغيرة الصغير قبل الكبير بيتريق على حلمها، لكن بذكاء بتقدر تكتشف سر خطير في مدينة كبيرة جدا خلت كل اللي حواليها يتفشخروا بيها. تعال أقولك إزاي. بيبدأ فيلمنا ب2 أرانب متجوزين عندهم أرنبة صغيرة حلوة كده اسمها جودي. كانوا قاعدين بيتفرجوا على مسرحية، بس بعد ما خلصوا خرجوا بنتهم علشان يحاولوا يقنعوها إنها ما ينفعش تبقى شرطية، لأن مفيش أي أرنبة شرطية في المدينة بتاعتهم. قالت لهم جودي إنها عايزة تبقى أول أرنبة شرطية، كمان عايزة تغير العالم للأحسن. فقالوا لها إنهم عيلة على قد حالها شغالين في زراعة وبيع الجزر بس، فلازم تبقى زيهم وخلاص. جودي مش بتهتم بكلامهم، وبتسمع فجأة ثعلب عمال يتخانق مع حيوانات صغيرة وعمال ياخد منهم التذاكر بتاعتهم. فقررت جودي تتدخل علشان تنقذ العيال. فاتريق عليها الثعلب وقال لها انت صدقتي نفسك ولا ايه؟ ده انت حتة أرنبة، ده غير انه حيوان مفترس وممكن يأذيها. قالت له جودي انها مش خايفة منه واللي عندك اعمله. قام عورها الثعلب في وشها ووقعها على الارض. بعدها طلب منها تفتكر الموقف ده كويس علشان لو اعترضت طريقه مرة تانية. قام سابها ومشي. بعدها جري عليها الخرفان الصغيرة علشان يطمنوا عليها. قامت جودي طمنتهم عليها وقالت لهم انها كويسة، كمان اديتهم التذاكر بتوعهم. بيفرح الخرفان بموقفها وبيقعدوا يشكروها. بتعدي الايام وبتدخل جودي كلية الشرطة زي ما كانت بتتمنى، كمان بتتخرج منها بامتياز. لكن اهلها كانوا مرعوبين عليها لانها هتروح تخدم في مدينة كبيرة وغريبة عليهم. فقال لها اهلها ان المدينة دي مليانة ثعالب ودببة وحيوانات تانية كتير مفترسة. بعدها قعد ابوها يفكرها بالثعلب اللي اذاها زمان. فقالت لهم ان الثعلب ده مؤذي اساسا، يعني ممكن يكون في ارنب زيه، لان الموضوع مرتبط بالشخصية بتاعة الحيوان مش النوع. حاولت جودي تطمنهم انها هتقدر تستحمل الحياة في المدينة. بعدها طلع ابوها شوية اسلحة للدفاع عن النفس علشان يديها لجودي. قالت له خليهم لك، انا مش محتاجة كل ده. بعد كده بيوصل القطر اللي رايح المدينة، فبتجري جودي على اهلها علشان تودعهم وبتحضنهم. بعدها بتركب القطر، واول ما بتوصل المدينة بتروح للأوضة اللي مأجراها اللي بتكون في بيت كحيان خالص. بعدها بتاخدها صاحبة البيت لفة في البيت، كمان بتعرفها على الجيران اللي بتعاملهم كويس لكنهم بيعاملوها بقرف. جودي بتفضل متفائلة ومتحمسة جدا للتجربة. بعدها بتلبس علشان تروح شغلها. بتدخل جودي مركز الشرطة، بتلاقي في وشها موظف الاستقبال اللي اسمه بنجامين. بيستقبلها كويس جدا لأنها أول أرنبة تتعين عندهم. بعدها بتسأله جودي عن مكتبها فشاور لها عليه. بعدها كمل أكل الكحك اللي بيحبه. بتروح جودي بعد كده للأوضة اللي الضباط بيستلموا فيها المهمات بتاعتهم. بعدها بيدخل الرئيس علشان يوزع المهام، فبيرفض يدي لجودي أي قضية من قضايا اختفاء الحيوانات، وبيقعد يوزع كل القضايا على زملائها، واداها هي مهمة مخالفات المرور. بعد ما كل الموجودين ما مشيوا، عرفت جودي نفسها لكل الموجودين، وبتقول له انها كانت دايما الاولى على دفعتها، فعايزة حاجة حلوة كده تليق بيها. قال لها الرئيس ان مخالفات المرور دي مهمة كبيرة فلازم تثبت نفسها فيها. قررت جودي فعلا تثبت نفسها واشتغلت بحماس. مرة واحدة لقت ثعلب ماشي بالراحة، فبيدخل محل ايس كريم، فبتراقبه جودي لانها شكت فيه. فبتلاقي ان الفيل اللي بيبيع الايس كريم رافض يبيع للثعلب. قامت دخلت له جودي وقالت له انها هتعمل له مخالفة لو ما باعش للثعلب. فبيتضايق الفيل من موقفها وبيضطر يبيع له الايس كريم علشان ما ياخدش مخالفة. بس الثعلب مش بيلاقي فلوس في جيبه، فبتدفع له هي الفلوس وبتدي الايس كريم لابنه الصغير اللي بيحب الفيلة ولابس زيهم. قام شكرها الثعلب لانها اسعدت ابنه يوم عيد ميلاده. كمان دي اول مرة يلاقي في حد لطيف كده في المدينة. قالت له جودي انها بتكره التعامل الوحش مع الثعالب لانهم ثعالب. بعدها بترجع جودي شغلها، بس بتتصدم لما بتلاقي الثعلب واخد الايس كريم وسيحه وعمل بيها مصاصة وباعها، وخد العصيان الخشب وباعها تاني وضحك على الناس. فراحت علشان تسأله ليه عمل كده. اتريق عليها وقال لها ان ده حال المدينة وانها عبيطة انها صدقت. بتتصدم جودي من حال المدينة وطبيعة العيشة فيها. فبيأكد لها الثعلب انها مستحيل تكون شرطية جامدة زي ما هي متخيلة. فبتروح جودي البيت وهي زعلانة جدا من اول يوم ليها في الشغل. بعدها بتتصل بأهلها علشان تطمنهم عليها، وبتقول لهم ان كل حاجة زي الفل علشان ما يقلقوش عليها. تاني يوم الصبح بترجع شغلها، بس كل الحيوانات بتكون زعلانة منها لانها بتعمل لهم مخالفات على عربياتهم. بعدها بيجي لها حيوان بيقول لها انه اتسرق، فبتجري ورا الحرامي وبتبلغ الشرطي زميلها باللي حصل علشان يلحقوها. رغم نجاح جودي انها قبضت على الحرامي، الا ان رئيسها هزقها لان مش من حقها تسيب مكانها وتروح تجري ورا حرامي. اعترضت جودي على كلامه وقالت له انها قفشت حرامي محدش كان قادر يمسكه. فجأة بنجامين دخل عليهم علشان يعتذر لهم لان في ارنبة مصممة تقابل الرئيس. فبتدخل
بتدخل الأرنبة وبتترجاه يدور لها على جوزها المختفي اللي ما تعرفش مكانه. قال لها رئيس الشرطة إن كل المحققين اللي عندهم مشغولين. في اللحظة دي قررت جودي إنها تمسك قضيتها، فورتها الأرنبة صورة جوزها علشان تلاقيه لها علشان يرجع لبيته وعياله. كمان قالت له إنه كان شغال بياع زهور على قد حاله فأكيد اتخطف. بيرفض الرئيس تصرف جودي مع الأرنبة، وبيقول لها إنه قدامها يومين بس ترجع فيهم جوز الراجل يا إما هتستقيل من الشرطة. فبتوافق جودي على التحدي وبتروح تستلم ملف القضية اللي مش بتلاقي فيه أي دليل ولا شهود، لكن بتلاحظ إن آخر مكان اتشاف فيه الثعلب كان معاه مصاصة من اللي كان بيبيعها الثعلب، فبتجري عليها علشان تستجوبه، لكن الثعلب مش بيديها أي معلومات. فهددته جودي إنها ممكن تحبسه بسبب مخالفات التهرب الضريبي لأنه بيكسب فلوس من غير ما يدفع ضرايب، فبتسجل له اعترافه من غير ما يحس، فبيضطر يساعدها علشان ما يروحش في داهية. فبياخدها لآخر مكان شاف فيه الأرنب، فبيقابله موظف الاستقبال اللي بياخدهم لفيلة مدربة يوجا اسمها نانجي، وبيعرفوا إن الأرنب ركب عربية. فبتكتب جودي رقم العربية وبتطلب من الثعلب يساعدها في تتبع العربية، فبياخدها لظابط كسلان علشان يطلع لهم ورقة فيها اسم وعنوان المكان اللي العربية دي فيه. لما بيوصلوا بيلاقوه جراج مقفول بالمفتاح، فقال الثعلب لجودي ان كده مهمتهم خلاص خلصت وفشلت لانها ما معهاش اذن دخول للمكان، لكن جودي اقنعته ينطوا من فوق السور علشان يدخلوا. فعلا بيدخلوا بيلاقوا العربية جواها جلد دب قطبي وكاس عصير غالي وعلامات مخالب في كل حتة في العربية. بيخاف الثعلب وقال لها ان العربية دي اكيد بتاعت اخطر مجرم في المدينة وهو الدب بيج، فهم لازم يمشوا حالا لانه بيخاف منه. فجأة بيطلع لهم دبين قطبيين، فبيتعرف الثعلب عليهم وبيتخض جدا منهم. بعدها الدبين بياخدوا جودي والثعلب للسيد بيج. في الطريق بتسأل جودي الثعلب هو عمل ايه خلى بيج مش طايقه. قال لها انه باع له سجادة حائط غالية جدا بس مضروبة. اول ما بيوصلوا للسيد بيج بيقول للثعلب انه وثق فيه لكنه خان الثقة دي. بعدها بتعرف جودي نفسها للسيد بيج من غير خوف، وبتقول له انها شغالة على قضية اختفاء ارنب. فجأة بتدخل بنت السيد بيج وبنعرف ان ده كان يوم فرحها، فبتطلب من ابوها يرقص معاها. بعدها بتتعرف على جودي لانها الارنبة اللي انقذتها في الشارع من يومين، فبتشكرها جدا. فبيقرر بيج انه يساعد جودي لانها انقذت بنته اللي كان ممكن يفقدها. حكى لهم بيج انه كان عايز ورد من الارنب فبعت السواق يجيبه، بس الارنب كان عصبي جدا وبهدل العربية وخوف السواق. فقررت جودي تروح للسواق تحقق معاه، قام هجم عليها هي والثعلب كمان. فطلبت جودي الدعم من القسم. اول ما وصل الدعم ومعاهم رئيس القسم قالت له ان دي شكلها مؤامرة والحيوانات شكلها بتتحول لكائنات مفترسة فلازم يعرفوا السبب. قال لها الرئيس ان دي كلها احلام في خيالها هي بس، لانها ارنبة وبتخاف من اي حيوان ضخم. فمش بيصدقها خالص حتى بعد ما قالت له ان الثعلب شاهد على اللي حصل. طلب رئيس القسم انها تستسلم وتقدم استقالتها لانها فشلت. دخل الثعلب وقال له انها لسه قدامها 10 ساعات فما تقدرش تستقيل دلوقتي. فبياخد الثعلب جودي بعيد وبتشكره جدا على موقفه. فبيحكي لها الثعلب حكايته انه زمان كان عايز يبقى زعيم كشافة، ولما انضم ليهم ضايقوه بالكلام لانه ثعلب، فطلب منها ما تخليش حد يحبطها او يقلل منها لمجرد انها ارنبة. فقرر الثعلب انه يساعدها للنهاية. فبيروحوا يشوفوا كاميرات المراقبة بتاعة المكان وبيلاقوا الذئاب راحوا خطفوا السواق بعد ما مشيوا. فبتفهم جودي ان اكيد الذئاب دي هي اللي خطفت الارنب. فبيراقبوا خط سير العربية لحد ما بيعرفوا المكان اللي وصلوا فيه، فبيروحوا له. فبيتفاجئوا انها مستشفى قديمة ومهجورة، ولما بيدخلوا بيلاقوا حيوانات كتيرة متشرسة، منهم 14 حيوان اللي الرئيس قال عنهم انهم مفقودين، والارنب كمان اللي بيترعب لما بيلاقي كشاف جودي في وشه. بس فجأة بيهجم عليهم بعنف من ورا الباب. فبيجري الثعلب وجودي يستخبوا لما بيسمعوا صوت رجلين حد جاي عليهم بيتكلموا، وبيكتشفوا ان العمدة معاه دكتور بيقول له ان الحيوانات المفترسة بس هي اللي بتتحول لوحوش. لحد دلوقتي مش عارفين السبب، بس لازم الناس تعرف ان في مشكلة مرتبطة بجينات الحيوانات دي. بس العمدة بيرفض كلامه وبيقول له انه اسد، فلو حد عرف ده الناس هتترعب منه، كمان ممكن يخسر منصبه لانه حيوان مفترس. فبتبلغ جودي الشرطة وبتنقذ الحيوانات كلها، وكمان بيتقبض على العمدة. بعدها جودي بتتقدم في مؤتمر صحفي انها بطلة شجاعة، وبتطلب جودي من الثعلب انه ينضم ليهم في الشرطة لانه ذكي جدا وشجاع.
فبتطلع جودي ترد على أسئلة الصحفيين، بتقول إن الحيوانات المفترسة في مشكلة في جيناتهم، فممكن يرجعوا مفترسين تاني، وده السبب اللي خلى حيوانات كتير تتحول لوحوش. التصريح ده خلى كل الصحفيين والتلفزيون يربطوا كل الكوارث اللي بتحصل بكلامها، فخافت كل الحيوانات على نفسها وعلى ولادها. بعدها بنشوف الثعلب رافض يقدم في الشرطة. بعدها بيتم نقل بنجامين موظف الاستقبال للسجلات علشان محدش يخاف وهو داخل القسم لأنه حيوان مفترس. حست جودي بالزعل لأنها السبب في كل ده. قررت جودي تقدم استقالتها وترجع قريتها علشان تشتغل مع أهلها في بيع الجزر، بس بيكون باين عليها الإحباط والحزن، فبيحاول أهلها يفرفشوها. فقالوا لها إن بفضلها الثعلب اللي هاجمها قبل كده بقى شاطر جدا، ده غير إن الناس بقت تحبه. بعدها بيشكرها الثعلب وإنه بسببها اتخلص من العقدة اللي عنده، وهي إنه كان بيبقى مبسوط لما بيقلل من اللي حواليه، لكن دلوقتي لقى نفسه أكتر في التعامل بلطف معاهم، ده غير إن نجاحه في شغله خلاه واثق في نفسه أكتر، وبيقدم لها فطاير هدية. بعدها بيوصل أطفال صغيرين للمكان بس بيبعدوهم عن الزهور اللي قدام المحصول، فبيقولوا لجودي إن الزهور دي بتبعد الحشرات، لكن لما العيال بتاكلها بتتوحش وبيقعدوا يعضوا بعض. ساعتها بتفهم جودي سبب توحش الحيوانات في المدينة، فبتجري تاخد مفتاح العربية وبتروح على المدينة، وهناك بتقابل الثعلب. في الوقت ده بتطلب مساعدته في الوصول للحقيقة بعد ما اكتشفت ان في ظهور سامة هي سبب توحش الحيوانات المفترسة. بعدها بتعتذر له عن اللي عملته، فبيقبل الثعلب اعتذارها، وبسرعة بيروحوا للحرامي اللي جودي مسكته في اول يوم. فسألته جبت منين الظهور السامة دي وليه كانت معاك؟ قال لها الحرامي انها مهما تعمل مش هيعترف باي حاجة. فبتروح جودي البيج اللي بيكون الحرامي كمان هدده بالموت، فاعترف الحرامي انه باع الظهور لخروف عرض عليه مبلغ ضخم مقابل الظهور دي، وحذرهم منه لانه خروف عدواني. فبتروح جودي والثعلب للمكان اللي الخروف عايش فيه. المكان بيكون عبارة عن معمل بيعمل فيه حقن من الزهور السامة بيحقن بيها الحيوانات، فبيقرروا ياخدوا الدليل ده للشرطة. كل ده والخروف وراهم بيطاردهم. فجأة بتتفاجئ جودي بوجود الخروف العمدة في المكان اللي سألتها عرفت ازاي وجودهم، فطلبت منهم الخروفة شنطة الأدلة، لكن طبعا جودي رفضت. فبتقول لها انها هتودي الشنطة بنفسها للشرطة، فبتجري بسرعة. قامت طلبت العمدة من رجالتها انهم يطاردوهم لحد ما يجيبوهم، فبتطلب جودي من الثعلب انه ياخد الشنطة ويطلع بيها على الاسم بسرعة، وهي هتواجه العمدة اللي قالت لها تفكر في كلامها لان المفترسين واكلين حقهم بقالهم كتير، فدلوقتي جه الوقت اللي ياخدوا فيه حقهم. بعدها بيقع جودي والثعلب في حفرة، فبتحقن العمدة الثعلب بحقنة من اللي فيها مادة سامة. بعدها بتتصل بالشرطة علشان تقول لهم ان في ثعلب مفترس بيهاجم جودي، فبتاخد العمدة الشنطة وبتخلع. كمان بتقول انها عملت كل ده علشان مصلحتها وانها ورا كل اللي بيحصل. فبيشكر الثعلب العمدة على الاعتراف، وقال لها ان المصل اللي معاها ده مجرد توت من مزرعة اهله، والمصل الحقيقي معاه. بكده يكون ضحك عليها وسجل لها. بعدها بتوصل الشرطة وبيقبضوا على العمدة الجديدة، كمان بيفرجوا عن العمدة القديم وبيعينوه من تاني في منصبه. بعدها بينضم الثعلب للشرطة مع جودي اللي اترقت وخلت المدينة بقت احسن. بكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتعملوا لنا فولو على فيسبوك وانستجرام وتيك توك، هتلاقوا لينكاتهم في الديسكريبشن. اتفرجوا على الملخصات القديمة واستنوا الجديدة، وما تنسوش تفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه الفيلم اللي حابين تشوفوه المرة الجاية. سلام.